اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن اكتر 10 لعيبه اتظلموا في تاريخ الكره الذهبيه، او بمعنى صح اجمد 10 لعيبه ما فازوش بالكره الذهبيه. يعني مش شرط ان هم اتظلموا، ممكن يكون حظهم وحش ان هم جم في وقت كان في حد كان اجمد منهم فغطى على جمدانهم ده. واللعيبه اللي هنتكلم عنهم النهارده ما فازوش باي كره ذهبيه في تاريخهم، سواء في اجمد سنه ليه او في اي سنه تانية. فانزل اخبط اللايك واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدا. في المركز العاشر اريان روبن، اللاعب الجامد جدا واللي كان مشهور بالارتو بتاعته. طبعا اللاعب اللي اقوى فتره ليه كانت مع بايرن ميونخ من 2009 ل 2019، سجل معاهم 99 جون في الدوري بس. ده غير ان هو فاز ببطولات كتير جدا في مسيرته، زي الدوري الهولندي وكاس السوبر الهولندي والدوري الانجليزي مرتين والاف اي كاب مره، طبعا في فترته مع تشيلسي، وفاز بالدوري والسوبر مع ريال مدريد. اما مع البايرن فحدث ولا حرج، يعني 8 دوري، 5 كاس، 2 سوبر، ودوري ابطال 2013 وكاس السوبر الاوروبي 2013. وبعيدا عن الالقاب والارقام والبطولات، فكل اللي شافه ارين روبن عارفين كويس ان هو كان يستحق ان هو يتقدر على الاداء الخرافي اللي كان بيعمله مع البايرن، او حتى مع منتخب هولندا واللي خد معاهم وصيف كاس العالم 2010. فالصراحه مفيش سنه معينه تقدر تقول ان اريان روبن اتظلم فيها وانه كان يستحق ياخد فيها الكره الذهبيه، بس لما تبص للفكره كلها كده من بره، ان لاعب زي اريان روبن ما خدش كره ذهبيه في تاريخه اطلاقا، هتحس طبعا ان لا، يعني اللاعب ده كان يستاهل ان هو يتقدر على الاداء والمتعه العظيمه اللي كان بيعملها في الملعب. لكن الواقع احسن مركز لاريان روبن في الكره الذهبيه كان المركز الرابع في 2014، السنه اللي فاز فيها كريستيانو رونالدو بالكره الذهبيه واللي كانت مستحقه الصراحه. ونروح للمركز التاسع، ولاعب مش بس اتظلم في الكره الذهبيه، هو لاعب اتظلم كمان في دوري الابطال. لاعب ما فازش بولا دوري ابطال في تاريخه. طبعا بتكلم عن ابراهيموفيتش، اللاعب اللي ظلمته الكره الذهبيه او ما انصفتهوش اطلاقا، لان احسن مركز ليه كان المركز الرابع برضه سنه 2013، السنه اللي برضه فاز فيها رونالدو بالكره الذهبيه. وبعيدا بقى عن هي مستحقه ولا لا، احنا بنتكلم في نقطه، وهي ان لاعب زي ابراهيموفيتش لعب حرفيا في كميه انديه كبيره في اوروبا، تقريبا ما سابش نادي كبير ما لعبش فيه باستثناء ريال مدريد وكام نادي تاني، طبعا مش كل الانديه يعني، اكيد ببالغ. لعب في مالمو، لعب في اياكس، لعب في يوفنتوس، لعب في انتر ميلان، لعب في برشلونه، لعب في اي سي ميلان، لعب في باريس سان جيرمان، لعب في مانشستر يونايتد. فده لاعب يعني بجد ساب اثر وساب تاريخ في كل نادي لعب فيه، وخصوصا باريس اللي كان الهداف التاريخي ليه، وانتر ميلان اللي عمل اداء قوي جدا معاه، وطبعا اكس النادي اللي عرف اوروبا كلها عليه. وطبعا مش هنتكلم عن ارقام واهداف ابراهيموفيتش، اللاعب اللي بيعتبر عاشر الهدافين التاريخيين لدوري ابطال اوروبا. لاعب فاز باتنين دوري هولندي وكاس هولندا، فاز مع الانتر بثلاثه دوري واتنين كاس، فاز مع الميلان باتنين دوري منهم اخر دوري كان الميلان فاز بيه، وفاز معاهم بكاس السوبر الايطالي، فاز مع برشلونه بالدوري الاسباني وكاس السوبر الاسباني وكاس السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه، وفاز مع باريس بالدوري الفرنسي اكتر من مره، وطبعا كاس فرنسا وكاس السوبر الفرنسي اكتر من مره، وفاز مع مانشستر يونايتد بكاس الرابطه اللي هو الكاراباو مش الاف اي كاب، وبدرع الاتحاد الانجليزي والدوري الاوروبي مع مانشستر يونايتد، كانت اخر بطوله اوروبيه لمانشستر يونايتد. وترشح للكره الذهبيه كام مره؟ عد معايا: 2003، 2004، 2005، فوت 2006، 2007، 2008، 2009، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016. مش طبيعي، مش لاعب يترشح لكل النسخ دي باستثناء رونالدو وميسي اللي فعلا برضو ما كانوش طبيعيين، كانوا استثنائيين. فلاعب زي ده بكل المرات اللي ترشح فيها في الكره الذهبيه، لا هو فعلا لولا المنتخب بتاعه كان 100% هيبقى معاه كره ذهبيه. ده فعلا اللاعب التي ظلمته جنسيته زي ما بيقولوا. المهم نروح للمركز الثامن، او يعني سيبك من الترتيب، الترتيب مش اهم حاجه، كلهم اتظلموا كده كده، يعني ما جاتش على الترتيب بتاعي، يعني ما تسيب الكره الذهبيه وتيجي تقول ان انا اللي ظلمتهم. المهم في المركز السابع دينيس بيركامب، اللاعب الهولندي برضو، وده تاني هولندي معانا في القائمه. الصراحه انا وانت غالبا ما شفناش بيركامب، لازم يكون حد قديم. اليوتيوب والملخصات بتوضح لك قد ايه اللاعب كان جامد، قد ايه اللاعب كان موهوب، بس ما تقدرش تجزم بان هو لا، يعني ده لاعب اتظلم او ما اتظلمش. بس الارقام ما بتكذبش، يعني مع الفيديوهات اللي بتشوفها ومع الارقام بتعرف ان اللاعب ده فعلا كان حاجه، اللاعب ده فعلا كان اسطوره بجد، مفيش حد يقدر ينكر ده. وخصوصا بقى في موسم 92 93، في الموسم ده بيركامب بيلعب في الدوري الهولندي 28 ماتش، سجل 26 جون، انت متخيل؟ 3 اسيست. وفي الويفا كاب اللي هي يعتبر الدوري الاوروبي لعب 4 ماتشات، سجل 4 اهداف. يعني انت بتتكلم في لاعب بيجيب ارقام عامله زي ارقام هالاند، باختلاف طبعا الفتره اللي هو كان فيها، هو كان في سنه 93. انت بتتكلم في لاعب مرعب، ارقام مش طبيعيه بجد. هو في الموسم ده ما اتظلمش، هو خد المركز الثاني في الكره الذهبيه. السنه دي كان فاز بالكره الذهبيه مين؟ الاسطوره الايطاليه روبرتو باجيو. بيركامب كان لاعب السيزون 3 مرات، مرتين في هولندا ومره في انجلترا طبعا مع ارسنال، وخد هداف 5 بطولات، الويفا كاب سنه 93 94، وكان هداف يورو 92. اما بقى كان لاعب السيزون في النادي بتاعه 3 مرات، مرتين في اكس ومره في ارسنال، فاز بثلاثه دوري انجليزي منهم الدوري الذهبي واثنين دوري اوروبي، مره مع انتر ومره مع اكس، فاز بالاف اي كاب 4 مرات، وفاز 3 مرات بالدرع الخيريه، ده غير انه معاه دوري واثنين كاس هولندا. نروح لرابع لاعب معانا او
حارس بقى المره دي معانا، وهو مانويل نوير. مانويل نوير زي لعيبه كتير في القائمه دي مفيش سنه معينه اتظلم فيها، بس مانويل نوير لو كان لاعب في اي مركز تاني غير حراسه المرمى بقدراته اللي هي في مركز حراسه المرمى، يعني مثلا لو كان خط نص مثلا فاز بكميه البطولات اللي فاز بيها نوير، فطبيعي كان يبقى معاه كره ذهبيه واحده على الاقل، لان اللاعب ده بجد زي كل الحراس في العالم هو اخر واحد يمكن الناس بتفتكره لما بتيجي تتكلم عن بطوله، رغم ان الحارس تقريبا هو اهم لاعب في الفرقه. والامثله كتير لفرق كتير كانت قويه بشكل مش طبيعي زي ليفربول 2018 مثلا، والحارس بتاعهم ضيعهم. فهي الفكره في كده. نوير هو واحد من احسن 5 حراس في التاريخ. انا مش شايف نوير احسن حارس في التاريخ، مش هكدب عليك، احسن حارس في التاريخ موجود برضو معانا في القائمه، فاهم؟ بس ناس كتير شايفه احسن حارس في التاريخ، واللي مش شايفه احسن حارس في التاريخ شايفه تاني احسن حارس في التاريخ. واللي انا متاكد منه ان مفيش 2 بيتفرجوا على الفيديو ده مختلفين ان نوير كان يستحق ياخد كره ذهبيه، وان لولا ان هو حارس مرمى، لولا ان هو معهوش كره ذهبيه. لان نوير اولا اسطوره بعيدا عن الاربعه اللي لسه بلاعها من برشلونه بس هو اسطوره، فاهم؟ وكان حاسم في ماتشات كتير جدا وفي بطولات كتير جدا. فلا مش هزهقك واقعد اعد لك بطولات نوير، لان انا فعلا هزهق ان انا اعمل حاجه زي دي. ده واحد بيلعب مع البايرن يعني بياخد كل سنه بطولتين 3، فاهم؟ ده لما يبقى سيزون واقع بالنسبه لهم. فلا يكفي ان اقول لك ان نوير معاه كاس عالم 2014 ويورو تحت 21 سنه، فاهم؟ ده على مستوى المنتخب. على مستوى النادي معاه 2 كاس عالم للانديه برضه، بعد ما فاز بدوري ابطال مرتين وفاز معاهم برضه ب2 سوبر، فاهم؟ بايرن ما بيرحمش، كسب ابطال اوروبا بتلاقيه كسب السوبر وكسب كاس العالم على طول. تقول لي يعني انت بعد كل ده شايف ان نوير مش احسن حارس في التاريخ؟ هقول لك لان احسن حارس في التاريخ بالنسبه لي هو بوفون. ده انحياز وديكتاتوريه مني في القناه هنا، لا انا شايف ان بوفون احسن حارس في التاريخ واحسن من نوير. بس بعيد عن نقطه المقارنه دي خالص، الاثنين اتظلموا بانهم ما فازوش بكره ذهبيه. بوفون احق بكتير من نوير بالكره الذهبيه اللي هو ما كسبهاش. لو قلنا انه فعلا في حارس يستحق الكره الذهبيه هيكون بوفون، لسبب سواء في اليوفي او في ايطاليا اكتر لاعب بيبقى عليه ضغط هو الحارس، لان طريقه لعب اليوفي او طريقه لعب ايطاليا معظم الوقت الكره بتبقى مع المنافس، فكون ان انت تقدر تصمد طول ال90 دقيقه من غير ما يجي فيك جون بكميه الهجمات والضغط الرهيب اللي بيبقى عليك من الفرق، لان طريقه لعب فريقك هي طريقه دفاعيه، فلا طبعا تستحق جدا ان انت تتقدر على ده. يعني لو بصيت على اللي فاز بالكره الذهبيه 2006 كانافارو كان شايل دفاع ايطاليا، فده فعلا كان لاعب يستحق انه ياخد الكره الذهبيه. بس تاني لاعب على طول بعد كانافارو كان مين؟ كان بوفون. اللي اقصد اقول لك ايه، ان سواء ايطاليا او اليوفي الفرقتين دول اهم لاعب فيهم مش مهاجم مش خط نص، يا اما مدافع يا اما حارس. ليه؟ لان طول الوقت الكره مع الخصم. فلا طبعا انا واحد وعيت على الدنيا وشايف ان احسن حارس في وقت ما انا بدات اتفرج على الكوره كان بوفون، ولغايه وقت قريب جدا كان بوفون احسن حارس في العالم. استمراريه مش طبيعيه واداء خرافي يا اخي، سوبرمان بجد. اسال الجمهور اليوفي عن احساسهم بالامان وبوفون موجود. مفيش فريق في العالم كان بيبقى مطمن على ان هو مش هيجي فيه جوان قد جمهور فريقه حارس بوفون. فهو كان نحس جدا في دوري ابطال اوروبا، بس ده مش مبرر ان هو ما ياخدش ولا كره ذهبيه. يعني مش لازم بطل دوري الابطال هو اللي ياخد الكره الذهبيه، والامثله كتير. ونروح لاخر 5 اسامي معانا، واول اسم فيهم هو مالديني المدافع اللي تقريبا مفيش 2 يختلفوا عليه. مش بس كده، مفيش 2 يختلفوا على ان هو احسن مدافع في التاريخ. مفيش 2 شافوه يختلفوا على انه احسن مدافع في التاريخ. حاليا هتلاقي اراء كتير محنكه وبتاع بتقول لك فلان احسن منه او راموس احسن منه او ايا كان الاسم، هو احسن مدافع في التاريخ بجد. الناس دي بتتكلم على اسامي شافتها وبتقارنها باسم ما شافتوش، لان فعلا ما شفتش اي حد من اللي عصره مالديني شايفين ان هو مش احسن مدافع في التاريخ. فحتى لو في حد شايف ان هو مش احسن مدافع في التاريخ، فكرة القدم ما جابتش اسم الاجماع عليه بالشكل ده في ان هو احسن لاعب في مركزه. يعني حتى رونالدو او ميسي الاراء مقسومه نصين، ناس مع رونالدو وناس مع ميسي، لكن في الدفاع مفيش حد بينافس مالديني زي كده ما في حد بينافس رونالدو او بينافس ميسي. وعكس بوفون، مالديني ما خدش كاس عالم، بس لك ان تتخيل ان مالديني معاه 5 دوري ابطال ومعاه 7 دوري ايطالي. بجد ارقام مرعبه لمالديني. الدوري الايطالي مش سهل ان انت تجيب 7 دوري ايطالي في مسيرتك، وخصوصا في الفتره دي. يعني سيبك من اللي اليوفي كان بيعمله اخر كام سنه، بس مع المنتخب هو مش محظوظ قوي، لان هو خد وصيف كاس العالم وخد وصيف اليورو للكبار ووصيف اليورو تحت 21 سنه، فهو بجد مش محظوظ خالص مع المنتخب. لكن رغم كل ده مالديني احسن مركز خده في الكره الذهبيه كان المركز الثالث مرتين. وشوف بقى فرق السنين، شوف الاستمراريه اللي مش طبيعيه عند مالديني، ان هو 1994 خد تالت كره ذهبيه، وفي 2003 خد تالت كره ذهبيه. 9 سنين ما بين المرتين. صعب جدا تلاقي لاعب عنده الاستمراريه دي، ان هو على مدار 9 سنين، ده الفتره اللي هي بس بين الكره الذهبيه دي والكره الذهبيه دي، ما بقولكش فتره تالقه، يترشح وياخد تالت في الكره الذهبيه. وكفايه كده كلام عن الحراس وعن المدافعين، ونروح دلوقتي بقى لجناح هو بيعتبر واحد من احسن اللعيبه في التاريخ، اللاعب الغني عن التعريف نيمار، اللي فيه كتير بيعتبروه امهر لاعب جه في التاريخ. ممكن تكون فاكر ان نيمار ارقامه قليله بسبب ان هو ضيع نفسه زي ما ناس كتير بتقول، سواء باختياراته الغلط، سواء ان هو يسيب برشلونه او بعد كده يسيب باريس ويروح يلعب في الدوري السعودي، او باستهباله الكتير، فاهم؟ ان هو مش ملتزم ودايما بيدعي الاصابات ودايما بيغيب عن الملاعب. بس رغم كده لو قلت لك ارقام نيمار هتحس ان ده لاعب يعني كان مش طبيعي، لاعب مجتهد جدا وملتزم وبتاع.
فالفكره ان نيمار رغم استهتاره هو جاب ارقام مش طبيعيه. تخيل ده لو كان ملتزم كانت ارقامه هتبقى عامله ازاي. اكيد كان هيبقى مرعب، كان هيبقى واحد من احسن اللعيبه في التاريخ بدون شك، وهو فعلا واحد من احسن اللعيبه في التاريخ، بس كان هيبقى احسن من كده بكتير. نيمار في 524 مباراه سجل 322 جون وصنع 200 جون، يعني ساهم في 522 هدف وفاز ب 23 بطوله. الارقام دي كلها الى جانب موهبته اللي مش طبيعيه اللي كلنا شفناها. بس انا شايف ان نيمار ما اتظلمش، لان نيمار فعلا في الفتره اللي كان فيها مؤدي بشكل مش طبيعي اللي هي 2015 كان ميسي متالق بشكل فوق الطبيعي. فعشان كده هو يعني الحظ خلاه جه في وقت ميسي، زي ما كان بيقولوا في ظل ميسي، لان هو اقصى مركز خده في الكره الذهبيه كان المركز الثالث في 2015 وفي 2017. ونروح لاخر 3 اسامي معانا، والاسم الثالث والثاني الاثنين كانوا في 2010. 2010 اللي فاز بالكره الذهبيه كان ميسي، بس في نفس السنه دي كان انيستا فايز بكاس العالم وبنفس البطولات اللي فاز بيها ميسي مع برشلونه. بس في فرق بين ان هو فاز وبين ان هو كان مؤثر بشكل كبير. يعني لو على اللعيبه اللي بتاخد بطولات كتير فكان عندك فاران في فتره ما كان واخد كاس عالم واخد 50 بطوله مع ريال مدريد وبتاع، بس الفكره في ايه ان هو كان واخد كاس العالم وكان هو اللي جايب الجون في النهايه اصلا، وكان مادي اداء مش طبيعي مع المنتخب وكذلك مع برشلونه. والصراحه ما بحبش اتكلم في كلام بديهي او كلام الناس كلها عارفاه. كلنا عارفين قصه الكره الذهبيه 2010 وان الكل بيقول انها اتسرقت من انيستا لصالح ميسي. في اجماع تقريبا على ان انيستا اتظلم، في اجماع حتى اللي بيحبوا ميسي عارفين ان الكره الذهبيه الصراحه ميسي ما كانش يستحقها. فمش ده اللي انا جاي اكلمك عنه. انيستا فعلا كان لاعب اسطوري وكان يستحق ان هو يتكرم وياخد كره ذهبيه، بس رغم كده كان في لاعب فعلا كان بالنسبه لي مقدم اداء خرافي اكتر من ميسي ومن انيستا نفسه. اللاعب ده هو شنايدر اللي خد الثلاثيه مع الانتر في 2010 وخد دوري الابطال، وتقريبا كان هو احسن لاعب فيه. مش بس فكره ان هو فاز بالبطوله، لا هو كان مأدي وكان في البرايم بتاعه وقتها. ده غير ان نفس كاس العالم اللي انيستا خده هو كان الوصيف بتاعه مع منتخب هولندا. فالصراحه الاثنين اتظلموا، سواء شنايدر في الموسم ده تحديدا كان يستحق الكره الذهبيه او انيستا في العموم كان يستحق الكره الذهبيه. ونروح لاخر اسم معانا وده بقى ايه فاهم يعني واسطه قوي، ده واسطه جدا. ده عشان انا اللي عامل الفيديو انا مخليه في المركز الاول، وزي ما قلت لك كده كده ما تهتمش بالمراكز، يعني الكره الذهبيه ظلمتهم انا اللي هنصفهم. فسيبنا ننصفهم فعلا وسيبنا ننصف فرانشيسكو توتي، اللاعب اللي مش بس اتظلم في ان هو ما خدش كره ذهبيه، هو اتظلم في ان هو ما بيتقالش عليه اتظلم في ان هو ما خدش كره ذهبيه. فرانشيسكو توتي ملوش مطبلين، فسيبنا نطبل له لان هو كان لاعب اعجازي، لاعب صعب جدا يتكرر في تاريخ الكوره. في لعيبه كتير مهاريه، في لعيبه كتير مؤثره، في لعيبه كتير حاسمه، في لعيبه كتير تشيل فرقه على كتافها عادي جدا، بس ان لاعب تقريبا يجمع ما بين كل الصفات اللي في اي لاعب اسطوره. اقول له تعالى كده انت مش تبقى صانع لعب، انت هتبقى سترايكر، ولا اقول لك لا انت هتبقى سترايكر اصلا، ولا اقول لك لا انت هتبقى جناح. واللي مش طبيعي ان هو في كل مركز فيهم كان بيأدي، وهو اهم لاعب حرفيا في تاريخ روما. هو روما حرفيا يعني شيل توتي كده من روما تقريبا مش هيبقى ليها وجود. ولو هتقول لي ان هو ما اتظلمش في الكره الذهبيه لان هو ما خدش بطولات مع روما، هقول لك صح، بس في نفس الوقت في موسم اللي هو موسم 2007 كان واخد فيه الحذاء الذهبي، كان واخد فيه قبلها كاس العالم مع ايطاليا، وكان عامل فيه اداء فردي مش طبيعي عموما. تخيل خد المركز الكام في الكره الذهبيه اللاعب اللي واخد الحذاء الذهبي، تخيل ادوا له المركز الكام في الكره الذهبيه؟ المركز العاشر. مش اقول لك ان ده ظلم مش طبيعي لان هو كان يستحق ان هو ياخد الكره الذهبيه في السنه دي، لان كده كلنا عارفين معايير الكره الذهبيه وبتاع، فريكاردو كوكا خدها وكان يستحقها الصراحه. بس كنا واقف في المركز العاشر ده يدل ان يعني بجد هي ماشيه بالحب قوي يعني فاهم، مش بالارقام خالص. وزي ما قلت لك في اول الحلقه انا مش بتكلم عن لعيبه اتظلمت في سنه معينه، انا بتكلم عن لعيبه اتظلمت انها ما اتقدرتش بكره ذهبيه بس. ففي الاجمال لاعب زي توتي اسطوره وحاسم بشكل مش طبيعي، كنت حرفيا بتسيبه في الملعب وتحط جنبيه 10 خشبات بمعنى كلمه 10 خشبات وبيكسب لك انتر ويوفي عادي جدا. ومع المنتخب كان عامل كاس 2002 عالمي لولا الظلم اللي تعرضت له ايطاليا كان بشكل كبير جدا هيوصلوا نهائي وياخدوا البطوله كمان. وفي كاس العالم 2006 وهو مصاب، لعب هو مصاب وفي مسامير في رجله، وكان اكتر لاعب صنع اجوان في كاس العالم. فده لاعب مش طبيعي عموما، لاعب في سن ال 40 كان بينزل وبيخلص اي ماتش متعقد لروما. مسيره توتي اي حد تابعها او شافها او اتفرج عليه وهو بيلعب هيبقى عارف ان اللاعب ده هو ميكس ما بين كميه لعيبه كلهم بيتقال عليهم اساطير لمجرد ما عندهم حاجه واحده من اللي عند توتي. فبس يعني كفايه قوي كده كلام على توتي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك واتمنى تكون متفق معايا في الاسامي اللي انا قلتها. ولو عندك اي اسامي تاني شايف انها اتظلمت في الكره الذهبيه قول لي عليها في الكومنتات. واستنوا فيديو هيبقى فيه كل الاسامي او كل اللعيبه اللي فازت بالكره الذهبيه على مدار التاريخ. لو انت عايز تبقى عبد الله اشكالاني مثلا او حاجه وعايز تحفظهم فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وانضم لسيرفر ديسكورد على انستجرام وكل